بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي الصغير، تكلمنا أمس حق عيش. تكلمنا على ما حصل من 2011 إلى 2025. إن شاء الله نحن ندي معلومة للناس يفكوا حنبات. إذا كان مثلا رئيس الدولة السابق كان رجل سياسي بحكمه، بعلم، بمشي أمور المجتمع برخاء وتراضي وحنين للشعب. فأدينا لكم قصته، كيف كان متواضع، كيف كان لا كان معه عصابات ولا كان معه. الدليل ابنه كان يجزع بسيارة وطردوا كنايوه بدون ما يعرفوا انه ابنه احمد علي عبد الله صالح. فالشعب كله يحبه، فالحب اللي هو له مش تعملوا مع عباده وتهتروا به. لا نهتري به ولا، فنرجع الى الله تعالى ونطبق نعمل. مش العلماء يتكلموا ويقولوا على الباع والشراء إن قال الرسول ما يتدخلش بأمور دنياكم، هذا كذب. هذه لعنة من الله تعالى على الكاذبين. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، مثل ما كان علي عبد الله صالح رحمة على الأمة كلها، بمعاشرة للناس، بالدين، بأمور الأكل والشرب، تدبير العيشة، باليتامى، المستضعفين، العجواز الذي هم لا معهم لا عيال ولا معهم شيء، كان يدي الحقهم. هذه كان حق شغلته. كان يروح يفتح مشاريع، هو التجار، هو هايل سعيد وغيره، وكان مكتوب على هايل سعيد وشركائه. كان يدخلهم شريك بايش بما هم مأمن البلاد، وكان يبز الضرائب ويدي المن للعسكر يمشي أمور وأمريكا كان بارزه تطبع بيس، والشعب هلك زيادة العسكرة ولا ذا كل شيء. كل واحد من دولة باليمن حرية يصنع رجال عسكر لحسابه. صدام حسين من جهة، الصين من جهة، عرفنا كل هذا كله اللي جرى علينا بالبلاد. الآن دحينه اللي عند الحوثي اللي يحبسوا الأبرياء، عندما يجي يتكلم يا واحد وهو حر وابصر صاحبه قان هب وسرق وهذا كل شيء، ويتكلم كلمة حق على ما ينظر، على ما حصل، يبزموه السجن ولبسوه التهمة له. عند الشرعية نفس الطريقة، حتى لو من البلاد. يعني مثلا على مجرد الأراضي اللي في داخل مارب، أصحاب مارب يتمنوا أنهم يبصروا حقهم من أجل يأجروا أو يبيعوا يتعايشوا. فكبير مارب وكبير الدولة بسبب الطمع يهلكوا المسكين اللي هو من البلاد. فالكبار متفقين مع بعض طمع، والكبير يدي للكبير. الكبير اللي في الدولة يهرب، والكبير اللي في القبيلة يا يهرب صنعاء يا يجلس بالبلاد طاغية، أو يأجر مكان هذا كل شيء، يستقصب هذا كل شيء على أساس أنه قوي، والمسكين يموت له الجوع واللي.
المراعية من كل الأطراف، اللي هو بالدولة يسرق وينهب وهرب، واللي هو من البلاد ايش الخلاصة ودف بالناس جمعه وخلي نفسه هو ايش هو الأعلى، وإنه القوي وإنه هذا. فأصبح البلاد بما دخلوا السفهاء الحوثاء والغير وغير، كانوا أول صالحين. من اللي خربهم؟ المجتمع، الكبارات اللي احنا نسب القبيلة ولا ذا. فعند القبيلة وعنده له كلمة وهذا كل شيء يقص على ما يستاد ترقيه. بسبب ايش؟ بسبب بيده كل شيء، بيده الحكم، ينهب ويسرق وهذا كل شيء، وابن عمه ولا جاره ولا من أسرته ولا شيء والله ما يعين عليه ولا يلفت عليه، ويقول إنه ايش؟ إنه عدو، ويرد عدو له ويخلوه يتكلم بكلمة ولا شيء يبزوه والحبس والسجن. والدولة ما تقصرش، ما ندي لبيس حبة صار داخل سواء عند الحوثي ولا عند الشرعية. يعني يرجع هي نفس الطريقة كان أول الذي فعلوا انقلاب من أول الثورة فعلوا انقلاب على أساس أنهم يغيروا هذا كله وتتنظم دولة صحيحة. والآن على ما هي كل ما جاء فئة يغيروا يصلح هذا كل شيء يفسدوا. بسبب أي؟ بسبب المال. المال هو الذي دمر كل شيء، والذي أهلك الطمعين، وناس بسبب الدين يقولوا هم أهل الدين، وناس يقولوا هم أهل سيادة، وناس يقولوا إحنا أهل الحكم من جميع الطائف. معنا الآن أشوف اللي بالسجون مظلومين، اللي بالبلاد المساكين اللي ما معهمش مصدر رزق ولا معهم شيء ولا خلوا لهم نفس، ليش يبزوا حقهم وجيزهم من جيز الناس. والأرض أرض الله وليس أرض كل من استغصب شيء مالش له بأي حق. فهذا هو الكبر، وتكبر على الله وتكبر على عباد الله. لا طالعه دولة ولا قائم علم بحق الله، لأنه ما يتكلمش بكلمة حق، ولا قبيلة إنهم قبائل وهم بهذه الطريقة، فهم أكبر دمار للبلاد وأكبر فتر. اللي يشتغل هذا يشتغل عزكم الله تب بنشري ولا جزار قبيلي، والشيخ هذا اللي هو يقيس نفسه شيخ وهذا هو بالطريقة هذه والله هو فاتر ونجس وملعون، لأن الله تعالى قال لعنة الله على الظالمين. والظالمين من هم؟ هل خفكم الله؟ هل راقبكم الله؟ هل قلكم إحنا نعرف الله تعالى والله تعالى هو يكون معنا وإحنا نراعي له؟ ليش هذا حين المعاشات مقطوعات وهذا كل شيء بسبب من؟ بسبب هذه الفئة هذه اللي هذا. أنا ما انقدش إذا كان عند الحوثي وعند الشرعية وعند الانتقالي يقطع المعاشات عن بكرة أبيه. علشان إيش؟ لأن الطبع بيس ما بش، طبع بيس ما بش. لو بالطبع بيس عاد الرواتب يستمر، لكن ما بش طبع بيس ولا به، فهي حصار على اللي من خارج البلاد من أجل البلاد تصلح، وهم يمنيين كلهم اللي في داخل بأنحاء العالم. بس إن عدم إيش يوصلوا له هناك وحصل الظلم، يستحي من الشيخ ومن العالم ومن الدولة اللي هم جالسين، ولا المفروض هذول اللي بالدولة يستوى على انفسهم خرجوا ولا خرجوا المساجين ورتبوا ترتيب سواء جزاء من جزاء الله. والدولة اللي هي فوق مسيطرة وهذا كل شيء بعد الله تعالى تعمل مثل ما أمر الله تعالى. عندما أنت تذنب وترجع إلى الله تعالى تقول يا رب اغفر لي وارحمني وبارك لي ولا أتوب ولا مديب، فيكون الإنسان عندما هذا يتوب وإحنا نسامح على صغير وكبيره، مش من ما بشط زاد ظلم وأزيد. والبلاد هالكي بسبب هذا الطمع والهلع والجشع اللي احنا به ونقص على محنا.
مقاطع ثانية نوضحهم إن شاء الله، ومع السلامة.